قرارات نخبط عليها اليوم الجلسة الاستثنائية العامة اللي قامت بها نقابة الصحفيين التونسيين، وهذه القرارات الموجودة في اللائحة مع الملاحظة أنه تم التصويت عليها بالأغلبية مع تحفظ 3 صحفيين، وهي أولا توجيه رسالة إلى الشعب التونسي تتولى مختلف وسائل الإعلام بثها وتوزيعها في تاريخ محدد لاحقا بهدف تحديد طبيعة العلاقة بين الإعلام والمواطن المتمثلة في كشف الحقائق في البلاد بكل حياد وموضوعية وحق المواطن في الإعلام. ثانيا حمل الشارة الحمراء في كافة المؤسسات الإعلامية بالتوازي مع إضراب على العمل بساعة أو ساعتين مرفوقة باجتماعات عامة لتداول الوضع الراهن للقطاع. ثالثا دعوة كافة الزملاء إلى مقاطعة اللقاءات الدورية للحكومة لفترة زمنية تحدد لاحقا. رابعا المطالبة بتفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116 ضمانا لحقوق الصحفيين وتجريم للاعتداء على الصحفيين. خامسا تخصيص فضاء حواري وإذاعي لحق الصحفيين وإيمانا منا بأن حرية الإعلام هي جزء من حرية